لو عايزه تعملي حاجه حلوه حلوه وسريعه وتتحضر معاكي في 10 دقايق، مفيش احسن من الايزي ليزي. سهل بسيط طعمه فوق الروعه لعشاق الشوكولاته. تتحضر معاكي على طول. لو اول مره بقى تدخلوا قناتي انا رشا، يا ريت بقى تكتبوا لنا كده كومنت حلو منكم ليا واللايك الجميل بتاعكم، وتشاركوا الفيديو لكل اصحابكم اللي بيجي لها كده تضيف على غفله. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. يلا بينا نبدا الوصفه. انا عندي هنا دي علبه من البسكوت. البسكوت ده العادي خالص. مش عايزه طبعا اقول اسمه، بس هو عادي خالص. العلبه ب 20 جنيه. دي علبه كامله. انا بكسره مش بطحنه. اول حاجه عندي بجيب البسكوت بكسره. هنا البوله عندي كانت ضيقه فجبت حاجه اوسع، وهخليها كده ايه زي ما انتم شايفين على جنب. هجيب عندي كوبايه من الحليب زي ما انتم شايفين، هحط فيها 3 معالق سكر. انت عايزه تقللي السكر تزوديه، دي حاجه ترجع لك. عندي ربع كوبايه زبده او سمنه، وهنزل هنا بمعلقتين 3 كاكاو خام. واهم حاجه الكاكاو تبقى خام، بتدي طعم الشوكولاته بالظبط. نزلت بقى بالكاكاو ونزلت بالسمنه، واديت كده تقليبه للبسكوت، وهنزل بقى بالحليب حبه حبه. ممكن تاخد معايا الكوبايه كلها وممكن ما تاخدهاش، لحد لما الاقي القوام معايا اتلم كده شويه. كده خلاص انا هبطل ان انا احط حليب. هي ما خدتش معايا الكوبايه، وزي ما انتم شايفين كده هي جاهزه معايا خلصت خلاص. هجيب بقى عندي اكياس تلاجة، وابتدي ان انا اقسم الخلطه اللي انا عملتها دي. يعني حسب ما تحبيها، ممكن تعمليها على اسطوانه واحده. انا عملتها على 3 اسطوانات، طلعت بالشكل اللي انتم شايفينه. وهو دوت الحجم اللي انا دايما بعمله بحبه. زي ما انتم شايفين بقى هلفه كده كويس الرول، واتك عليه جامد عشان اضغطه يطلع كله مضغوط. حطيته بقى في كيس تاني اكبر عشان اعرف ان انا ايه اربطه. زي ما انتم شايفين كده بقى دي الاسطوانه التانيه، وعملت منهم 3 زي ما قلت لكم. هاخدهم بقى ادخلهم الفريزر. لو انا بقى هاكلهم كده على طول في الفريزر 10 دقايق، وهتطلع معانا جاهزه للتقديم. لو انت مش مستعجله حطيها في التلاجة من تحت، وهتقعد معاكي في اي وقت كده تطلعيها كليها بألف هنا. بس انا كنت مستعجله، قعدت معايا 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق وكانت جاهزه بالشكل الروعه اللي انتوا شفتوها. وعجبت كل اللي اكلها. طبعا دوت مش مطبخي ومش بيتي، انا بصور عند ماما. انتوا شايفين طبعا اكيد المكان مختلف. وعايزه اقول لكم ان انا بصور والجمهور واقف بقى مستني الايزي ليزي. هي بجد تستاهل اللي انا اعمل مش علبه، ان انا اعمل مليون علبه. هنا بقى كانت طلعت معايا بعد 10 دقايق. بفك كده الكيس بكل سهوله، طالعه اهي متماسكه وجميله. وعايزه اقول لكم بجد طعمها يا جماعه والله العظيم فوق الروعه. هبتدي بقى ان انا اقطعها تقطيعات حسب الحجم اللي تحبيه، بس انا بالنسبه لي ده الحجم المناسب كشكل يعني ان انت تعرفي تمسكيها وتاكليها. في كل حاجه بصراحه هو حجم مناسب. وعمل معايا كميه ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا الشكل بيحكي عن نفسه. حاجه كده روعه، ما خدتش مني اي وقت، ولا استخدمت بقى فرن ولا عملت اي حاجه خالص. هي كلها على بعضها ما خدتش ثواني وطلعت معايا بالعظمه دي كلها. ايه رايكم؟ حاجه بجد تشرف لو جالك ضيف او لاولادك او حتى ليكي انتي. بجد حاجه كده تفوق الروعه. اتمنى الفيديو يعجبكم. كنت معاكم رشا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.